الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين. بجد الترحيب بيكم على قناة أبرار التعليمية مواد تجارية. إذا كنتوا أول مرة تشوفوني فأهلا ومرحبا بكم. هتلاقوا حاجات كتير ومواد كتير قوي على أبرار التعليمية. النهاردة إن شاء الله نكمل درس الإحصاء لمدارس السكرتارية الطبية، التوزيع التكراري الغير منتظم للمنوال. فتابعوني ورب الفيديو يعجبكم. عايزين نجيب المنوال من جدول توزيع تكراري غير منتظم. عندي هنا الفئات 10 15 22 30 36 من 40 ل50. التكرار 8 21 40 54 12 50. المطلوب إيجاد المنوال بطريقتي الرافعة والفروق. بص تحت كده في التكرارات. عندي هنا اللي أنا مؤشرة عليه بال54 أكبر تكرار، أكبر عدد. العدد اللي فوقيه هو بداية الفئة المنوالية. ونيجي الناحية التانية 40 كاف واحد و40 12 كاف اتنين. وبستخدم الطريقة دي إذا كان جدول التوزيع التكراري بتاعي منتظم. إنما إن أنا بحدد أعلى تكرار هنا، أعلى تكرار واخد التكرار اللي قبليه والتكرار اللي بعديه، دي طريقة مش هتنفع معايا. فلازم أعدل التكرارات دي علشان أشوف الجدول بتاعي هيتعمل ازاي بعد تعديل التكرارات. عملت جدول من 4 خانات: الفئات والتكرار وطول الفئة والتكرار المعدل. عندي هنا 10 كتبت الفئات زي ما هي موجودة في الجدول القديم بتاعي، جدول التوزيع التكراري الغير منتظم. الجدول نقلته زي ما هو 10 15 22 30 36 من 40 ل50. عندي هنا التكرارات 8 21 40 54 12 10. عندي خانة طول الفئة وعندي التكرار المعدل. ركز معايا بقى في الحتة دي. انا قلت لك ان التكرار اعلى رقم 54 فوق الفئة المنوالية. طيب عايزين نجيب طول الفئة. ركز معايا، بين 10 وبين 15 طول الفئة 5، وبين 15 22 7، وبين 22 ل 30 8، وبين 30 و 36 6، وبين 36 ل 40 4، وبين 40 ل 50 10. التكرار المعدل بتاعي هياخد بقى التكرار المعدل. التكرارات على طول الفئة 8 على 5 فيها الواحد وإيه 6 من 10، 21 على 7 فيها 3، 40 على 8 فيها 5، 54 على 6 فيها 9، 12 على 4 فيها 3، و10 على 10 فيها الواحد. أنا بعد كده هاخد التكرار المعدل. ركز معايا، يبقى 1 و6 من 10 3 5 9 3 1. أعلى رقم في التكرار المعدل هو التسعة اللي هو قدام الفئة المنوالية. 30 برضو زي ما هو، وأعلى تكرار 54 هو وطول الفئة عندي 6. هاخد الصف ده كله 30 و6 و9. اللي فوقه بقى الخمسة دي كاف واحد والتلاتة دي كاف اتنين. طب عايزة اجيب فيه واحد وفيه اتنين، يبقى 9 ناقص 5 و9 ناقص 3. ده انا كده عدلت الجدول وابتدي اخد القيم الجديدة اللي هي 5 و9 و3. وطول الفئة عندي 6، وبداية الفئة المنوالية 30. ومش عايزة التكرار القديم اللي 54 ده خالص، محطوط بالازرق ده مش عايزاه. تمام. فيلا بينا نكمل طريقة الفروق وطريقة الرافعة ونشوف هتحل ازاي. جبت لكم بقى البيانات الجديدة من التكرارات المعدلة. أعلى تكرار 9 الفئة المنوالية 30، لام 6 كاف 1 5 وكاف 2 3. هنجيب بقى حضرتك طريقة المنوال رافعة. المنوال بيساوي ألف بداية الفئة المنوالية زائد كاف 2 على كاف 1 زائد كاف 2 في لام، بيساوي الفئة المنوالية بدايتها 30 زائد كاف 2 3، كاف 1 ب5 زائد 3 في 6، يبقى 3 على 8 في 6 يبقى ب2 وربع، زائد 30 يبقى 32 وربع. نيجي بقى طريقة الفروق. فيه واحد بيساوي 9 ناقص 5 بيساوي 4، و9 ناقص 3 بيساوي 6. وهستخدمه وهطلع لي الناتج زي ما هو كده، بس بقى مع بعض الفروق البسيطة تطلع 32 و14 من 100 وحاجة زي كده، بس هيطلع نفس الناتج معايا. دي كانت آخر حاجة في الجدول التوزيع التكراري غير منتظم، وعملت جدول تاني وهطبقت عليه. الموضوع سهل أوي. طبعا في نهاية الدرس ده في أسفل الفيديو في صندوق الوصف في امتحان على الدرس، وفي امتحان لا بالأول الوسط
وفيت والعنوان مع بعض، هكون سعيد أوي لو حليته وابعتولي على الإيميل بتاعي. طبعا ما تنسوش الإعجاب بالفيديو ده على القناة عشان توصلكم كل الفيديوهات ورا بعض، وتفعيل الجرس عشان الإشعارات. مع تحيات قناة أبرار التعليمية والتجارية، كنت معاكم النهاردة وسعيدة أوي بوجودي معاكم. المحاسبة هبة فتحي من قناة أبرار التعليمية ومدرسة الزهرة التجارية في المنيا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.